أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وريحة بال يا رب. تعالوا نشوف كيف بدنا نحضر عصير المانجا الطبيعي وكيف بدنا نحفظ المانجا بالفريزر. أنا هون عندي 3 حبات من المانجا بدي أقشرهم. عندي أكياس ليمون، بدي أحاول أقشر المانجا بهي الطريقة. وهلأ رح أحاول أفتح أكياس ليمونة بهذا الشكل مشان يسهلوا علي أحط المانجا. أنا هون عندي حبتين من المانجا صغار، وعندي حبة مانجا حجم كبير. كل حبة مانجا حجم كبير بتعملي 4 كاسات من العصير، فلهيك أنا رح أحط الحبتين الصغار مع بعض والحبة الكبيرة لحالي. رح أربط الكيس بهذا الشكل. رح أحفظهم بالفريزر، وهيك طلعتهم بعد ما جمدوا معي. رح أضيف عليها نص لتر من المي كل حبة مانجا، وربع كوب من السكر. فيكن تكتفوا بس بحلاوته، وفيكن تقللوا أو تكتروا الكمية. وهلأ هيك صاير معي جاهز. شوفوا القوام كيف، قوامه جدا رائع. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. تضلوا بخير ومع السلامة.